وصفتنا النهارده للويك اند وللرحلات وللمصايف كمان. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهيا بينا نطبخ مع حنان. وهاتيلي كوبايه ميه من الحنفيه عاديه خالص، الجو حر. كيس خميره فوريه، 4 معالق سكر، سكر عادي خالص مش لازم مطحون. طيب نقلب بقى كده، قلب قلب. سيبي بس 5 دقايق. علبتين زبادي بدرجه حراره الغرفه بقى معانا، علبتين صغننين يعني كوبايه. طيب ظرف فانيليا برضه هنقلب كله على بعضه. نص معلقه ملح او معلقه صغننه بتاعت الشاي، برضه نقلب كله على بعضه. سهله جدا وخفيفه. طيب كيس بيكنج باودر، كله خلصنا كده. طيب تعال، نص كوبايه زيت، اي زيت عندك، نص كوبايه ممكن اقل كمان، يعني 5 معالق. طيب نزلنا بيه. كوبايه بقى، انا عايزه كوبايه بقى سمنه كده بدرجه حراره الغرفه، اي سمنه عندك برضو تحبيها. طيب نزلنا بيه كده. خلصنا كده المواد السائله كلها. طيب نقلبها بقى كلها ببعضها كده كويس. قلبيها. نخله كيلو دقيق، نخله كويس قوي. أهو. هنزل بنصه. بص بقى هعمل ايه، هنزل بنص. هاتي 4 معالق بقى سمسم، حطيتهم في طاسه وانا بقلب بقى كده. بقول لك بص انا هقلب، ما رضيتش احط السمسم في قلب السوائل ولا بتاع، عشان يديله كده نكهه كده وتكه كده. سخنت 4 معالق سمسم زي ما انتم شايفين، في معلقه ينسون وشمر كنت طحناه برضو، حطهم على النار هشممهم النار. اخدتوا بالكم يعني ده كده علشان الطشه دي بتدي نكهه حلوه قوي، وبتدي ريحه حلوه جدا جدا جدا. طيب احنا عملنا ايه، نزلت اهو بيه. احنا بقى مش هعجن، انا هقلب السمسم. حمصته بايديا كده، بقيت اقلبه كده على النار، شممته بس النار، ورحت منزله بيه بمعلقه سمسم وشمر. ده الاختيار، بس بتخلي مكان ريحتها حلوه قوي. بص انا بقلب مش بعجن. ورحت برضو مشمماها النار عشان الزيوت بتاعتها كلها تطلع كده. بتلاقي العجينه بقى في ايدك ريحتها حلوه قوي 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 مع ظرف الفانيليا. بصوا وانا بقلب كده لقيت العجينه كده مش ملبن. عارفين انتوا مش ملبن. رحت معلقتين 2 ميه، دي حسب الاختيار، معلقتين 2 فقط لا غير. شايفين الكوبايه، حطيت معلقه بقلب لقيتها برضو لسه ماسكه في ايديا. يعني ده وارد قوي، ممكن تحطي ميه وممكن لا، ممكن تحطي، بس مش طبعا مش هنحط دقيق ابدا، احنا عايزينها عجينه كده ملبن تبقى في ايديك. هحط معلقه كمان، هدوب بس الميه اهو. بخدش الا هما معلقتين 2 بالظبط. ليه؟ عشان العجينه تبقى في ايديا ملبن كده وطريه، وتنفع وتخلي القرصه في ايديا حلوه حلوه كده وسلسه. طيب خلاص كده دوبت، انا ما بعجنش، انا بدوب بس بايديا كده، بدوب الميه وبظبط العجينه اهو. يلا معانا. بص مش تاخد نص ساعه، الجو حر. معايا نص عجوه، معايا نص كيلو عجوه عاديه جايباها جاهزه كده، والجو برضو حر زي ما انتم شايفين، هي طريه جدا. هحط لها معلقتين 2 سمنه. مش حابه تحط سمنه في قلبها وعايزاها تبقى خفيفه ما تحطهاش. انا حطيت معلقتين سمنه برضو، بتضيف لها برضو حاجه حلوه ومذاق، وبتبقى طعمها حلو. عجينها ببعضها كده، مش هحطها على النار، ما بحطهاش على النار، بتبقى جميله كده. لو هي ماسكه معاكي وناشفه حطيها على البخار تفك معاكي كده وتبقى سلسه. طيب هعملها، اقطعها بقى عشان تبقى سهله معايا في الشغل. طب اقطعها كده مكعبات صغننه خالص على قد القرصايه اللي انا هعملها. خلاص كده، ده حلو، بتسهل معاك الشغل قوي قوي قوي. خلاص بعد نص ساعه ما شاء الله، شايفين فتحت ازاي العجينه؟ بسم الله ما شاء الله. العجينه فتحت خمرت شو يعني، ما سبتهاش تخمر قوي. بص بقى احنا مش هنقطع ولا حاجه، احنا هنشتغل على طول. طبعا صينيه مش مدهونه اي حاجه خالص، نضيفها زي الفل. اخد قطعه كده قد ايديا، قد الليمونه، قد الليمون. بصوا هعمل ايه، هفتحها كده بايديا، مش هعجن ومش هقرص، يعني مش هقطعها، مش هعمل اي حاجه. انا خدتها فردتها كده وحطيت فيها قطعه العجوه. سهله جدا على فكره، اهم حاجه بس قفليها. وبصي بايديكي كده، بكلوه ايديكي كده، ودوسي عليه بس. انا مش عايزه اكتر من كده. تعالوا نكمل تاني. شايفين ازاي؟ ايوه. بصي ما تبططهاش قوي بايدك قوي، علشان برضو تبقى فيها سمك كده مورق. باخد القطعه واحده تاني، قفلي، بحطها وببطبطها واروح لم عليها العجينه واحده واحده. مش باخد ولا اقطع ولا اي حاجه، سهله على طول. وانت واقفه مش هتاخد معاكي 10 دقايق. طيب اهو بصوا بعملها ازاي تاني اهو. شفتوا؟ قفلي وبايدك دوسي عليه، يبقى معاكي مدياكي سنتي كده. ليه؟ هتخمر تاني، لسه هتخمر. اهو برصها وبسيب مسافات. بقول لكم اخلص بقى الكميه، بسم الله ما شاء الله. اول ما خلصت الكميه هبدا بقى باللي انا هسوي باللي انا، بسم الله ما شاء الله. شايفين الكيلو عامل قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. في واحد تاني كمان، ايوه ده
تمام كده، تمام كده، تسلم ايدك يا حنان. يلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ هنفتحها عشان تبقى مفتحه من جواه، والعجوه كمان. بصوا فتحها كده بالسكينه فتحتين، بتبقى جميله، بتبقى حلوه وتفتح كده وبتبقى مفرغه من قلبها. طيب فتحناها. الفرن طبعا مشغلاه على الرف الوسط، اوكي، ونار متوسطه، مش نار عاليه قوي عشان العجوه ما تنشفش جواها. العجوه مش هتنشف، بس انا بقول لكم ده عايز نار متوسط. بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون؟ شايفين الجمال؟ الريحه بقى انا اللي شماها، وعايزاكم تعملوها وتشموها برضه. سهله وجميله وخفيفه ومغذيه. ممكن تعملها بالميه من غير زبادي، بس انا عملتها زبادي عشان تبقى مغذيه وحلو. لو خدتها للرحلات وللمصايف معاكي، وما تبقى جميله ومغذيه ولذيذه، تفطري بيها، تتعشي، ما بتبصي في بوكس وعبيها وخديها معاكي في اي مكان، او تفطري بيها وبالشاي، وتفطري وتتعشي بالشاي. شايف الجمال؟ حلوه جدا 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 جدا. ريحتها، طعمها، خفيتها خفيفه جدا جدا. طيب تعالوا ما نشوفها. بصوا بقى التسويه بتاعتها. لو حابه تحمريها كمان حمري، هي كده بصوا جميله. بصوا هوريها لكم. بصوا مفرغه وخفيفه، ولا بسينا ولا عملنا اي حاجه. طريه كده شويه، مقرمشه. بصوا واخده الميكسين الاتنين. يلا جمعه مباركه عليكم وعلينا وعلى امه محمد جميعا.